وقف هذه دائمًا المأزمة تكون يترصد تم عندما إلقاء القبض على الكوميسير ليتحول من رجل يراقب الناس ويحمي البلاد إلى شخص يتم البحث القضائي معه بتهم خطيرة جدا، وهي المس بثوابت المملكة ورموزها عبر محتويات الإلكترونية. السؤال: كيف لرجل أمن بهذه الرتبة أن يزج بنفسه في مثل هذا المستنقع؟ ما الذي دفعه إلى استغلال موقعه ومكانته لخلق حساب وهمي يهاجم فيه وطنه ورموز وطنه بدل أن يقوم بحمايته؟ في نظر الشخص المتواضع، كل المؤشرات تؤكد أن هذا الكوميسير لن يكون في نزهة قصيرة مع القضاء، بل في مواجهة حكم ثقيل ومشدد قد يصل إلى 5 سنوات سجنا نافذا، وربما